متى كان في التاريخ، في تاريخ الأنبياء، أن الأنبياء عينوا خلفاء الأنبياء؟ أرونا ذلك. متى كان في آدم عليه السلام، نوح عليه السلام، إدريس، إسماعيل، إبراهيم، إسحاق، يعقوب، هؤلاء آلاف من الأنبياء. أرونا هلم بالدليل متى عين الناس من يكون وصيا لنبي من أنبياء. دائما الله تبارك وتعالى ينصب الخلفاء للأنبياء، من يكون خليفة لداود، من يكون خليفة لسليمان، من يكون خليفة لشعيب. هذا كله بيد الله تبارك وتعالى وليس للناس. والحمد لله رب العالمين. نرجع إلى الحديث المنزلة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. أحد مقامات هارون عليه السلام مقام الوزارة، وهذا مقام الوزارة بجعل الله تبارك وتعالى. يثبت أن أمير المؤمنين عليه السلام وزير لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بجعل الله تبارك وتعالى في غدير خم، وقبل ذلك في مقامات عديدة، حيث أمر الله تبارك وتعالى أن ينسبه للناس خليفة عليهم وسلطانا عليهم وحاكما عليهم وإماما لهم. وهذا إن شاء الله معنى الوزارة إن شاء الله غدا إن شاء الله سوف نبين لكم ونشرح لكم. والآن إن شاء الله الخطوط مفتوحة لاتصالاتكم وأنا أجيب عليكم. سلام عليكم، تفضلوا. سلام عليكم، تفضلوا. سلام عليكم، تفضلوا. أيوة السلام. سلام عليكم ورحمة الله. السلام ممكن. أيوة. نعم تفضل. سلام عليكم تفضل. أيوة. سلام عليكم تفضل. أيوة. تفضل. إخواني الأعزاء، إذا خابرتمونا واتصلتموا بنا فاخفضوا صوت التلفاز. سلام عليكم، تفضلوا. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. نعم معكم، تفضلوا. لا أنت مو يعني أنا أتصل. سلام عليكم، تفضلوا. السلام عليكم ورحمة الله. بارك الله بك، تفضل. عندي سؤال سماحة الشيخ. تفضل، إنك على الهواء. بخصوص وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، كم بقي على الفراش وهو مسجع قبل دفنه؟ وهل تم محاولة تحريق بيت فاطمة والرسول في داخله؟ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يبقى مسجع طويلا. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام اهتم بأمر تدفين وتكفين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غاية الاهتمام وبنهاية الاحترام. أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام دفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غالبا في نفس الليلة التي في يومه مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما قضية التحريق فإنه يدل على أنه كان يوم أو يومين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شكرا جزيلا شيخ. نشكركم، بارك الله بك. بارك الله بك، أشكرك يا أخانا. سلام عليكم، تفضلوا. سلام عليكم شيخنا، كيف الحال؟ الله يحفظك ويرعاك. من أين تتصلون؟ من العراق. شيعي أم غير شيعي؟ شيعي. تفضل. أريد الشيخ يعني. نعم إنك على الهواء، تفضل. لا تسمع إلى التلفاز رجاء. إذا خابرتمونا إخواني الأعزاء لا تسمعوا إلى التلفاز، لأن في التلفاز تأخير، وإنكم إذا تتحدثون معي على الهاتف فهذا الهاتف ليس فيه أي تأخير، والتلفاز بها التأخير لكم ثانية. فلأجل ذلك إذا تخابرونا فلا تسمعوا إلى التلفاز. إذا قلتم إني لست معكم على الهواء أو شيء آخر فأنا أخطأ فورا عليكم، لأنكم تسمعون إلى التلفاز. سلام عليكم، تفضلوا. الله يبارك فيك. بارك الله بك. من أين تتصل؟ والله أنا أتصل من السودان. يا سوداني إنك على الهواء، فتفضل. الله يبارك فيك يا أخي، بارك الله فيك، كثر خيرك والله. أنت بتقدم خدمة كبيرة جدا جدا للمسلمين. خادمكم الله يرفع قدرك يا أخانا من السودان، تفضل. الله يبارك فيك. داير أرسل رسالة عبركم عبر القناة بتاعتكم لأخواننا
في الدول العربية وفي السودان بالذات. يا أخي لا اخفض صوت التلفاز، اخفض صوت التلفاز. كم مرة قلت لكم؟ جدا جدا. داير أقول لك بالنسبة للأخوان في أهل السنة يجب أن يهتموا لهذا البث الفضائي نسبة لأنه كثير من الحقائق هي غائبة تماما، وغياب هذه الحقائق هو يعني مقصود، لا في المساجد ولا في المكتبات. يعني الكتب جايز يكون نهج البلاغة للإمام علي نفسه ما موجود في المكتبات. أي. ثم ثانيا عندما يتصل الإخوان أهل السنة يجب أن يكون نقاشهم هادف، لأن هذه الحقائق غير موجودة في أي مكان من الأمكنة. ثم هنالك يعني بعض الحقائق يجب أن تكون واضحة بالنسبة مثلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وعشيرته تنتمي إلى هاشم، وهاشم هو طبعا هو أهل الخير وأهل الصلاح من قديم الزمان. يعني كان هو سمي هاشم، هذا لقب وليس اسمه ليس هاشم. هو سمي هاشم لأنه هشم السريد، هشم اللحمة بالنسبة للعرب، لأنه كانوا فقراء وكانوا يأتون إلى بني هاشم ليطعمهم. فهو كان اسمه عمر، فالاسم الحقيقي لهاشم هو عمر. ثم بعد ذلك الأخ حسن الأهياري هو يقدم لكم نصائح لوجه الله، وهذه النصائح يجب أن تتقبلوها بصدر رحب ولا تفتروا عليه الكذب. يعني هو يريد مصلحتكم في المقام الأول. ثم بعد ذلك هنالك كثير من الحقائق غائبة تماما في الدول العربية، بل هنالك تعتيم مقصود في جميع القنوات العربية والقنوات الإسلامية التي تبث، أو إذا لم يكن هنالك تعتيم ففي القنوات الإخوة العراقيين يعني بيتكلموا كلام عام. بارك الله بك، بارك الله بك يا شيخي وأخي من سودان. الله يرفع قدرك ويحفظك، وإن الحمد لله رب العالمين. نشكرك على اتصالك، بارك الله بك. بارك الله فيك، والله الله يرفع قدرك. نشكرك وجزاك الله خير الجزاء. سلام عليكم، تفضلوا. السلام عليكم. اخفض صوت التلفاز حبيبي، اخفض صوت التلفاز. إن شاء الله إن شاء الله. ممكن أتكلم ويا الشيخ حسن؟ أنا معك، تفضل. أنا الشيخ اللاهياري معك على الهواء، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله. أريد ويا الشيخ حسن أتكلم. يلا مع السلامة. سلام عليكم، تفضلوا. عليك السلام. السلام عليك يا شيخ. عليك السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي. علي من بغداد الفتح الشيعي. يا أخينا الجليل، تفضل، ما هو كلامك؟ عندي مداخلة يا شيخ إلى البكريين والأمويين وأتباع عثمان الأموي. أي. أقول لهم كل من يطعن في شخصية الرسول ليس بمسلم. صحيح. وإنهم يطعنون في شخصية الرسول بدلالة الآية الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى إذ جاءه الأعمى يقولون إنها نزلت بحق الرسول، وحاشا رسول الله من هذا، إنها نزلت في حق عثمان الأموي، إنها نزلت بحق عثمان الأموي. ما داموا يطعنون بشخصية الرسول ليس بمسلمين. والله أن أتباع هؤلاء الشيوخ الأضلاء ليس بمسلمين، وأنصحهم من هذه الإذاعة أن يعدلوا في عقيدتهم. والله إذا بقيوا على أتباع هؤلاء فإنهم الأخسرون أعمالا، وننصحهم على اتباع عقيدة التوحيد
الذي قال فيه رسول الله إنها الفرقة الناجية. الفرقة الناجية فرقة واحدة من 73 فرقة. أليس هذا يا شيخ صحيح؟ 73 فرقة كلهم في النار إلا فرقة. إلا فرقة 72 فرقة كلها في النار إلا فرقة من الذي يتبع محمد وآل محمد. صحيح. هي الفرقة الناجية. أحسنت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله تعالى وبركاته. أشكرك، بارك الله بك. سلام عليكم، تفضلوا.